لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك إلى أن نحمده من جهة لأن الشعور والوعي قد ارتفع، ثم أن نوظفه في أن يؤدي الحاج هذه العبادة بكل خشوع وطمأنينة ويسر حتى يعبد ربه جل وعلا بها، لعله أن يكون من عباد الله المعتقين. وغدا هو يوم المباهات، سيباهي الله جل وعلا بأهل عرفة ملائكته. غدا يوم العتاق من النار، في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه ليدنو حتى يباهي بهم ملائكته. هذا الشأن وهذا الشعور وهذا التعلم الذي يكون من إخواننا الحجاج حتى يصلوا إلى هذا المعنى، إلى أن يكون في حجهم حجا مبرورا يرجعون منه وقد نقوا وطهروا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت، وفي لفظ: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أخرجاه في الصحيحين.
فهذا شأن عظيم وهمة عظيمة ومقصد عالي وغالي يقصد إليه هؤلاء الحجاج. ودورنا ودوركم ودور الإخوان جميعا هو أن نهيئ لهم هذه السبل وهذه الأجواء حتى يتحقق هذا المعنى العظيم. وهذا أظنه وأتصوره من أعظم وأهم آداب الحج. جميل. من آداب الحج الإخلاص لدى العاملين على الحج. الحمد لله الإخلاص في أداء العمل من جهتين. الجهة الأولى أن يؤدي العمل طالبا القربة والاحتساب من الله عز وجل، فإنه إذا أدى العمل، وهذا العمل عمل عبادي، عمل ديني، عمل جاءت الشريعة بالحث عليه، فالحج هو ماذا؟ ركن الإسلام الخامس. فمهما بذل فيه الباذل ومهما عمل فيه العامل فإنه يؤديه قربة وطاعة لله جل وعلا. والله ما خلقنا إلا لهذا الأمر، أن نخلص له في هذا القرب والعبادة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الجانب في الإخلاص تعظم عليه المثوبة والأجر والجزاء من الله في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بالأمن والأمان وراحة البال والطمأنينة والتوفيق، وفي الآخرة بالفلاح والسعادة والفوز الأبدي السرمدي. جانب آخر في الإخلاص وهو الإخلاص بالعمل الذي كلف به كل واحد منا. أنتم ها هنا في الوسائل الإعلامية لكم جانب، نحن في الوسائل الإرشادية في التوعية الإسلامية في الحج لنا عمل يجب أن نخلص فيه وأن نراعي فيه أداء الأمانة التي ائتمننا عليها من؟ ولاة أمورنا، لأن هذا العمل نأخذ عليه مقابل ونرجو من الله جل وعلا المقابل العظيم وهو القبول. فهذا الإخلاص بحد ذاته بأن يعمل العامل بروح منشرحة، يعمل وهو يتقن عمله لعله أن يدخل في دائرة من يحبهم الله. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان إنما يقوم على قاعدة الإخلاص والصدق.